من جديد صباح الخير مستمعينا عبر الموجة 103.5 وكل متابعينا عبر صفحتنا على الفيسبوك عبر البث المباشر بوير عربي. وهلا وصلنا على فقرتنا الحوارية كل يوم أحد يلي رح نحكي فيها عن أوضاع الجالية السورية بأوروبا، واليوم موضوعنا عن لم الشمل. شو هي الخطوات للحصول على الفيزا؟ شروط قبول جوازات السفر؟ وأسئلة تانية رح نطرحها على ضيفتنا الأستاذة المحامية غادة أحمد معنا عبر الهاتف. بداية صباح الخير أستاذة غادة. صباح النور، يسعد صباحك وصباح جميع المستمعين. صباح الخير لك. أستاذة غادة، بداية لو سمحتي، من يحق لهم لم الشمل العائلي؟ القانون الألماني بيمنح حق لم الشمل للزوج أو الزوجة أو الأولاد القاصرين. يعني الشخص اللي عايش بألمانيا وحاصل على الإقامة الألمانية لمدة 3 سنوات، إقامة لجوء طبعا، مهم. أو إقامة فرعية لمدة سنة أو سنتين، مهم. أو الطفل الموجود في الأراضي الألمانية طبعا كان قاصر، بحق مهم. له يعمل لم شمل للوالدين نعم. قبل بلوغه السن القانونية. مهم. طبعا هون بس حابة أوضح شوية نقاط مهمة، تعتبر نقاط مهمة. تفضلي. مثلا الطفل الموجود في الأراضي الألمانية وبده يحصل، آه، أو الزوج أو الزوجة الموجودين في الأراضي الألمانية وبده يعمل لم شمل لعائلته، هل مهم. حيعمل لم شمل لزوجته ولأولاده القاصرين؟ أحيانا بيكون في الطفل مثلا متجاوز السن القانوني مهم. فوق ال 18 سنة، هل يا ترى هذا بيحق له يعمل لم شمل؟ مهم. طبعا القانون الألماني في المادة 36 بالفقرة الثانية في قانون الإقامة الألمانية بنص إنه في حالات استثنائية فقط، في حالة الطفل أو من كان متجاوز 18 سنة السن القانوني بيحق له يعمل لم شمل. هاي الحالات شو هي؟ حالات المرض القصوى أو الحالات المرض اللي ما عندها علاج بسوريا أو بالدول المجاورة، يعني ذوي الإعاقات العقلية للراشدين أو الأمراض النفسية. مهم. طبعا حتى هدول يعني بيكون من الصعب انه الشروط طبعا تستوفي بحسب هاي الماده، لانه كل حاله تندرس لحالها، يعني او كل ملف له خصوصيته. مهم. مثلا كمان في نقطه ثانيه، انه مثلا لم الشمل العائلي ما بيجوز لاكثر من زوجه واحده حتى لو في ظروف قاهره، هذا مهم. كمان منصوص عليه في قانون الاقامه الالمانيه الماده 30 الفقره مهم. الرابعه. مهم. وكمان اللاجئين الموجودين بالمانيا واللي بيملكوا بس وثيقه ايقاف ترحيل مؤقت، هذول كمان للاسف ما بيحق لهم يعملوا لم شمل. مهم. ونقطة تانية كمان حابة أوضح عليها، مثلا الطفل موجود بأراضي الألمانية وحاصل على إقامة لم شمل، مهم. بس للأسف هذا الطفل مثلا بين ما بده يعمل لم شمل بجوز يتجاوز 18 سنة، مهم. يعني مثلا دخل الأراضي الألمانية عمره 17 سنة وكم شهر، مهم. لبين ما ياخذ الإقامة. طبعا رحلة الإقامة أحيانا بطول سنة يعني، مهم. بين ما أخذ الإقامة لبين ما بده يعمل لم شمل لأهله بيكون متجاوز سن القانوني. أها. تمام. طيب نحن إمتى بنحسب السن القانوني لهذا الطفل؟ سن البلوغ لهذا الطفل بيحتسب من يوم تقديم طلب، ما بيحتسب من يوم تقديم طلب لم الشمل، بل على اساس سنه يوم رفع الكتاب الى السفاره. أها. ولضمان حق هذا حق في شيء اسمه صيانه مهله لم الشمل، مهم. يعني ضروري كثير مثلا ارسال كتاب خطي للسفاره قبل بلوغ الولد هذا السن، يعني بعد ما حصل على الاقامه ضروري جدا يبعث كتاب خطي الى السفاره قبل بلوغ هذا السن، مشان نحافظ له على حقه بصيانه مهله لم الشمل. نعم. طبعا لازم يتواصل مع السفاره بهذا الشان، ورجاء كثير كمان الطلب يكون ياخذ استلام تاكيد الرساله الالكترونيه من جانب السفاره، وتقديم نسخه مطبوعه من الرساله وجواب السفاره على تقديم ما بيقدم طلب الشمل. المفروض هذا الطلب بيكون مرافق له. مهم. طيب أستاذة غادة، ما هي الخطوات التي يجب اتباعها يوم تقديم الطلب للحصول على التأشيرة الفيزا؟ هلا بعد ما بياخذ احد الزوجين او الطفل القاصر الموجود بالاراضي الالمانيه الاقامه، مهم. بتقدم لاحد السفارات البلد اللجوء مشان ياخذ مشان ياخذ الطلب لم الشمل ويقدمه لهذه السفاره. نعم. هنا يعتبر 5 خطوات. الخطوه الاولى مثلا لازم يحجز موعد، يقوم بحجز موعد لتقديم طلب لم الشمل لجميع الافراد العائله. نعم. الخطوه الثانيه انه بجهز الوثائق، يعني شو هي الوثائق الضروريه، مثلا يحضر كافه الوثائق سواء كان اوراقه مثلا، الإقامة اللي حاصل عليها القرار اللي بتحصل اللي بيحصل عليها عن طريق المحكمة الألمانية. نعم. شيء ثاني الهوية الألمانية أو الهوية أو نحن بنسميها الأوزفايس، يعني هي الهوية تكون سارية المفعول. مهم. الخطوة الثانية مثلا بيذهب إلى السفارة ولازم يتوجه إلى الموعد المحدد الذي تم تحديده من قبل السفارة الألمانية، نعم. لأنه تأخيره عن الذهاب للموعد
هذا كله بيترتب عليه تاخير للبت بطلب لم الشمل تبعه. مهم. وهي المستندات كلها ما بيجوز ارسالها عن طريق البريد الالكتروني او الفاكس، حصريا لازم يكون شخصي. مهم. ما هي شروط؟ الخطوه الرابعه هي تفضلي. الخطوه الرابعه هي مقابله لم الشمل. طبعا السفاره هون آه، بتحدد موعد للمقابله للاشخاص المطلوب لم شملهم، طبعا بعد ما تتاكد في صله القرابه، تتاكد من صحه الاوراق والوثائق المطلوبه لديهم، وبتحدد موعد للم الشمل. نعم. وبعد يعني بعد ما بيقوم هالخطوات كلياتها، بيقدم طلب التاشيره وبياخذ هذا الطلب وبينتظر الحصول على قرار السفاره، يتم منحه الفيزا لحتى يدخل الاراضي الالمانيه. مهم. ما هي شروط القبول بجوازات السفر عند تقديم الطلبات؟ وهل بإمكانه العودة إلى سوريا وهو لا يحمل جواز سوري ساري المفعول؟ هلا قبل يعني طبعا بعد ما بيتاكد من صله القرابه يعني وياخذ هذا تاخذ هاي العائله الموافقه او الفيزا، نعم. كان بيمنحون مع الفيزا وثيقه سفر لمره واحده فقط. بس لا، هذا بالاشخاص اللي ما عندهم جوازات سفر سوريه كانوا بيمنحون وثيقه سفر لمره واحده فقط، يعني ساريه المفعول لمره واحده، مجرد ما وصل الاراضي الالمانيه خلص هذا بينتهي الجواز مفعولة. بصير غير مهم. ساري المفعول، ينتهي مهم. مفعوله طبعا. مهم. بس هلا حاليا مثلا بالسنوات الاخيره السفاره بتشترط لازم يكون حاصل على جواز سفر سوري ساري المفعول اقل شيء 6 شهور، ولازم أها. يكون صادر عن دائره الهجره والجوازات السوريه المعترف بها. مهم. أين ترسل المستندات التي تطلبها السفارة بعد تقديم هذا الطلب؟ هلا بعد ما الشخص بيحصل على الاقامه مهم. و او بيرسل هاي المستندات، طبعا ممكن نقول شو هي هاي المستندات. مثلا رساله تاكيد الموعد الصادر من السفاره، صوره عن الاشعار او الطلب اللي تقدموا بلم الشمل، جوازات السفر، الاقامه، الاوزفايسات مثلا، هدول اوراق كلياتهم آه، بيقدموا او الشخص اللي بده لم الشمل مثلا بيقوم مهم. بتعبئه هذا الطلب باسماء العائله المستحقه لم شملهم، مهم. ويرفق هذا الطلب بقرار حصولي على اللجوء، وكمان بطاقه الهويه اللي نحن بنسميها الاوزفاي ساريه المفعول، بوضعها بسفاره البلد الاقرب للعائله الموجوده فيها. يعني العائله موجوده ونفترض في سوريا، بيقدم بسفاره لبنان او سفاره تركيا، هذا المعروف يعني. مهم. والسفاره بعدين هي بتقوم بتحديد الموعد وتبليغهم موعد المقابله، مهم. لحتى طبعا بعد ما تتاكد من درجه القرابه وحقيتهم في قرار لم الشمل. مهم. ما هي متوسط مدة البت بطلبات التأشيرة؟ بتختلف مده البث بالطلبات بين طلب واخر، لانه مهم. مثل ما قلت لك يعني هن بيدرسوا كل ملف لحاله. وكمان تمام. السفاره يعني بتنظر كل حاله على حده، وما طبعا ما بتبلش البت باي طلب تاشيره قبل ما الاوراق تكون مكتمله كامله. وهون السفاره بتنصح يعني انه ما بصير حدا يستفهم عن الطلب قبل التاكد من جميع المستندات. مهم. وبالعاده اذا في مستند ناقص مثلا السفاره بتقوم تتواصل مع صاحب العلاقه مهم. حتى يرسل المستندات الناقصه، مهم. لانه اذا الملف ما كان كامل ما يعني صعب ينبت فيه. وكمان احيانا بيستغرق اسابيع او اشهر. وكمان ما ننسى انه السفاره اللي بتستنى اجوبه اللي بتجون من دوائر الاجانب المسؤوله او وكالات العمل الاتحاديه بحسب الحالات الفرديه. طبعا هاي الاجوبه احيانا مثلا مهم. تحتاج توضيحات اضافيه، وهذا نعم. كله بياخذ وقت. وكمان ما ننسى انه في عدد كبير من طلبات التاشيره، وما ننسى نحن هلا بزمن كورونا، يعني الطلب اللي كان صحيح. بياخذ شهر هلا بياخذ شهور. بس عمليا بتراوح ما بين 3 شهور ل6 شهور، مهم. حسب مثل ما قلت لك كل حاله على حده. بس في حال اذا تجاوز 6 شهور بحق له طالب لم الشمل او يوكل محامي لحتى يستفسر ليش سبب التاخير يعني. مهم. أستاذة غادة. تفضلي. عزيزتي موضوع لم الشمل شوي طويل وشوي واسع، مهم. يعني اعتقد احنا بحاجه لحلقات لانه بتجينا استفسارات كثيره طبعا واسئله كثيره طبعا وحالات كثيره. طبعا أستاذة غادة فانا طبعا. حبيت بس انه اعطي نقاط يعني مهمه هو رح يكون وضروريه هذا واكد عليها مدخل يعني. بس للقاءات جديدة رح نجددها نحن معك أكيد كل يوم أحد لحتى نحكي أكثر عن مواضيع خاصة بالجالية السورية بأوروبا. رح يتجدد معنا اللقاء أنا وأنتي أستاذة غادة أكيد يوم الأحد القادم لنتحدث أكثر عن موضوع أو بما يخص أوضاع اللاجئين أو الجالية السورية في أوروبا. أنا لحد هون بدي أتشكرك أستاذة غادة أحمد المحامية، كنت معنا عبر الهاتف بالفقرة الحوارية بفقرات عطر الصباح. شكرا جزيلا لك.